السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومكملين مع بعض في نواعم العيد. كل سنة وانتم طيبين ويجي علينا العيد واحنا في احسن حال يا رب، اللهم امين. ومعانا النهاردة الغريبة الخطيرة دي دايبة وبتدوب في البق كده، وحاجة بعد كده مفيش ولا بقى بتبصم ولا فيها اي عيوب ولا بتشقق ولا بتفرش معاكي في الفرن. بس تابعي الفيديو بكل خطواته وان شاء الله هتعملي احلى غريبة في الدنيا. وهي دي تعتبر السهل الممتنع زي ما بيقولوا، هي سهلة جدا، بس في ناس كتير بتخاف من ان هي تعملها لا تبوظ منها. ان شاء الله معايا النهارده هتعرفوا كل التكات وكل التفاصيل في عمايل الغريبة. بس قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشترك في القناة ونعمل لايك وشير والكومنت الحلو بتاعكم. اول حاجة هنا انا معايا 600 جرام من السمنة. الغريبة مش بتتعمل بزبدة، لازم سمنة، ما ينفعش زبدة خالص. ويعني السمنة بتاعتي كانت صفرة، يعني للأسف هي المفروض تبقى سمنة بيضة، بس هي اللي كانت موجودة عندي فمش هتقول لا يعني. بضرب السمنة كويس قوي قبل ما احط عليها السكر، وهكتب لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف ان شاء الله. ومعايا هنا 250 جرام من السكر البودر، وبقلب كويس كده السمنة مع السكر عشان لما اجي اضرب ما يبهدلش الدنيا. وبضرب كويس جدا زي ما انتم شايفين، يعني بريح المضرب شوية وارجع اضرب تاني عشان ما يسخنش، لحد ما يبقى القوام معايا كريمي خالص ويبقى فاتح. ودي يعني تكة من تكات نجاح الغريبة. وبتنزلي كده كل شوية الجوانب وتكملي ضرب لحد ما تلاقي القوام معاكي بقى عامل زي الكريم شانتيه كده، بقى لونه فاتح وهش خالص. وبس كده خلاص خلصنا ضرب. بضرب بقى كده المكونات كلها مع بعض. ومعايا هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. انا شلت منهم معلقتين دقيق وهحط مكانهم معلقتين نشا، والخطوة دي اختيارية، اللي مش عايزها يعني يستثناها. بس النشا بيدي كده هشاشة حلوة قوي للنواعم بتاعتنا وبيخليها تقرمش. وانا حطيت كمان معلقتين لبن بودر، ودي بقى يعني سر من اسرار احسن الحلوانيين، بيحطوا عليها لبن بودر بيخلي الغريبة بتاعتهم حلوة قوي، وعشان كده بيبيعوها غالية. وحطيت رشة ملح صغيرة جدا، وحطيت ربع معلقة فانيليا بودر. وبس كده بخلط المكونات الجافة كلها مع بعض، وبضيف كده الدقيق واحدة واحدة على السمنة والسكر. احنا مش بنحط للغريبة بيكنج باودر خالص، ولا الغريبة ولا البيتي فور ولا السابليه، دول التلاتة دول ما بيتحط لهمش بيكنج باودر خالص. وبيعتمدوا بس الاعتماد الكلي على ضرب الزبدة بالسمنة في الرفع بتاعهم يعني. وبدمج كده كل المكونات مع بعض. طبعا انا بحط الدقيق، لازم تحط الدقيق واحدة واحدة، لان مش كل دقيق زي التاني. في دقيق بيقبل بيتشرب الدهون بسرعة والسوائل، وفي دقيق لا. فانت كده بتقلبي كده وتشوفي القوام في ايدك عامل ازاي. واهو بعمل كل المكونات كده مع بعض، بدخلها في بعض. انا مش بعجن، انا بس بدخل كل العجين في بعضه. وهنا حطيت باقي كمية الدقيق اللي عندي، وبحاول ان انا كده ابس العجين بتاعي. يعني عجين الغريبة بيحتاج بس كده زي الكحك بالظبط. ولقيت البولة بتاعتي كانت صغيرة شوية عشان اعرف اخد راحتي، حطيتها في التانية في الكبيرة. وكده بعمل العجين بنعمه في ايديا كده اهو زي ما انتم شايفين.
انا بحب اعمل غريبة كده قوي، يعني ابسسها كده زي الكحك. ودي الطريقة دي بتاعت ماما حبيبتي، ربنا يبارك لي فيها يا رب. وكانت بتحط الدقيق بالبركة كده من غير وزن ولا اي حاجة. تحط يا دوب السمنة والسكر، وتحط دقيق بقى على قد ما ياخد معاها. لما تلاقي العجينة متماسكة يبقى خلاص كده مش عايزة دقيق تاني. اهو ببس العجين، وبرضو تعملي له الاختبار كده، تكوري واحدة كده بين ايديكي وبعضها وتضغطي عليها كده. لو بتشقق يبقى لسه يبقى السمنة بتاعتها شوية. لو بتشقق، لو كويسة يبقى خلاص. لو العجينة طرية معاكي برضو بتحتاج شوية دقيق. الغريبة لو فرشت جامد، هي كده كده طبيعي لازم بتنفش شوية في الفرن. بس لو فرشت جامد معاكي في الفرن ده بيبقى كتر سكر، بيبقى السكر بتاعها زيادة. لو شققت يبقى المادة الدهنية بتاعتها قليلة، تكون محتاجة شوية دقيق. اهو كده بختبر العجينة معاكم، بلاقيها كويسة جدا ولا مشققة ولا اي حاجة. ومعايا هنا صينية ألمونيا مش بدهنها اي مادة دهنية خالص. ومعايا هنا بقى مكسرات، شوية بندق كده مقطعوهم اتنين، اسمى الواحدة اتنين، وشوية لوز. ومعايا اللولي اللي هو الفضي ده اللي بيتحط على الغريبة. وبكور كده يا دوبك بس كده اعملها بين ايديا وبعضها. حاولي على قد ما تقدري تصغري كده العجين معاكي، عشان كل ما الغريبة بتبقى صغننة كده بيبقى شكلها شيك كده وحلو. وبكور كده مش بضغط عليها خالص خالص، بعملها زي الكورة كده الصغيرة واحطها في الصينية. كده كده لما اجي احط عليها المكسرات بضغط عليها ضغطة بسيطة جدا، وهي في الفرن كده بتروح عاملة قاعدة لنفسها. يعني بتفرش شوية بسيط كده في الفرن. والغريبة يا جماعة ما بتدخلش على فرن عالي، لازم تكون الفرن هادي. وبنزل الشبكة كده في اول رف من تحت خالص، وببقى مهدية الفرن يعني على درجة 150 او 160. ومش بولع الشواية للغريبة خالص خالص، عشان هي كده كده الغريبة اصلا مش بتحتاج ان وشها يتحمر. هي بس بتاخد كده قاعدة من تحت لون ذهبي كده او اصفر يا دوبك، يعني مايل على الذهبي كده. ومش مش بنديلها اي وش خالص، مش بتتحمر خالص من فوق، بتفضل بس بيضة زي ما هي. يا دوب بس تنشف كده وتاخد ايه لون بسيط من تحت. وهنا بشكل باقي كمية الغريبة بتاعتي معاكم زي ما انتم شايفين. بحط لوز وبندق واللولي الفضي ده بيدي شكل حلو قوي للغريبة. ولو ما فيش مكسرات خالص عادي، يعني ممكن باللولي ده، او ممكن بس تضغطي ضغطة بسيطة عليها بصبعك الصغير كده، بتدي برضو منظر حلو جدا. وبكمل تشكيل باقي الغريبة بتاعتي كده معاكم. برضو هقول تاني يا جماعة، احنا مش بنضغط على الغريبة خالص، يا دوب بس بنكورها كده بين كف ايدينا كده، الحتة اللي في النص في ايدينا دي عشان تعرفي تتحكمي فيها وما تبقاش مشققة معاكي ولا اي حاجة. اهو زي ما انتم شايفين، وكمية الغريبة معايا يعني الكيلو عمل 3 صواني كبار من دول كده. وكمان واحدتين اتفضلوا حطيتهم في صينية صغيرة كده هتشوفوها دلوقتي. اهو زي ما انتم شايفين. وياريت يا جماعة اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة وشير مع اصحابكم. وهنا اهو حطيتها على اخر رف من تحت. هنا كان خلاص كانت قربت تطلع من الفرن يعني. طبعا مش بتغير لونها ولا اي حاجة، يدوب بس لما اعرف اشوفها الاقيها خدت قاعدة كده من تحت، واحط بس المس بس صبعي كده على الغريباية من بره، الاقيها نشفت ما الاقيهاش طرية، يبقى كده خلاص اطلعها من الفرن. وفي كمان تركة لازم تخلوا بالكم منها، الغريبة مش بتتشال من الصواني خالص، يعني ممكن تسيبوها ساعتين 3 او ممكن يعني لحد ما تبرد خالص خالص، ما تشيلوهاش من مكانها، تسيبوها زي ما هي في الصواني عشان ما تبصمش كده معاكم ولا يجرى لها اي حاجة.
واهو بحط بقى يعني البندق واللوز معايا. ممكن تحطي سوداني مش هيقول لا، هيبقى حلو جدا زي ما انتوا عايزين. وبرضو اللولي ده بيبقى رخيص مش غالي، بيدي شكل حلو قوي للغريبة. واهو شايفين انا مش بضغط على الغريبة بايديا خالص، كده كده هي لما تدخل الفرن يعني بتتظبط كده وبتعمل قاعدة. من اسهل النواعم يا جماعة والله هي الغريبة، سهلة وبسيطة جدا ومش بتاخد وقت في الفرن ولا في التشكيل ولا اي حاجة، وبيبقى طعمها حلو قوي. واهو طلعت معايا كمية الغريبة بتاعتنا، وبص يعني حجمها حلو قوي وشكلها ما شاء الله يعني تحفة، وريحتها في الوقت ده جميلة جدا. انا بقى سايباها في الصواني لحد ما تبرد خالص، مش هلمسها ولا هاجي جنبها دلوقتي خالص غير لما تبرد وتبقى ساقعة، عشان ما تبصمش ولا تعمل اي حاجة معايا. هي كده كده ولا مشققة ولا فرشت ولا بتبصم اهو كده كده، يعني كانت بردت. بوريكوا بس القاعدة بتاعتها عاملة ازاي، وتيجي تاكليها كده تلاقيها بتدوب في بقك ما شاء الله عليها يعني. ودي بقى اللي كانوا شوية الصغيرين اللي اتفضلوا، حطيتهم في الصينية دي وسويتهم معايا اخر حاجة. يعني الكيلو الغريبة عمل معايا كمية حلوة قوي. شوفي بقى لو هتشتري من بره هتجيب الغريبة بكام، ودي والله يا جماعة من غير حلفان يعني احلى من بتاعة المحلات بمراحل، ما شاء الله عليها يعني. اهو بترصوها كده زي ما انتوا عايزين بالشكل اللي انتوا عايزينه. شايفين الكمية حلوة ازاي، وشكل الغريبة شيك جدا، ويعني تبقي كده فخورة بيها وانتي بتقدميها لأي حد. وهوريكم برضو ازاي بتغلفوها. يعني ممكن تحطيها في علبة بلاستيك او علبة من اللي هم الصاج دول، بس انا ما كانش عندي، جبت كرتونة صغيرة كده وهغلف كده جميع النواحي بتاعتها بأكياس بلاستيك. لازم اكياس بلاستيك عشان تحفظها، وكل ما ترصي رصة بتحطي عليها كيس اهو زي ما انتم شايفين. يعني برص الرصة كده واحط عليها كده الكيس. دي بصراحة اكياس لبن وانا فاتحاها 2 يعني. يعني بأي حاجة تصرفي عندك، ما توقفيش نفسك على حاجة. وبرص كده وبعدين بغطي التاني بالكياس، وبقفل العلبة بتاعتي او الحاجة بتاعتي اللي بحط فيها، واحفظها كده في مكان جيد التهوية، هيبقى كويس جدا ولا بتحطيها في التلاجة ولا اي حاجة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. مع السلامة.